كفايه بقى قلي وشوي، تعالي بقى جربي البتنجان المسلوق مع كام قرن فلفل، تحفه جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو اتمنى ما تنسيش اللايك من ايدك الجميله لاختك حبيبتك. اول حاجه كده معانا البتنجان، ده بتنجان اللي هو الرومي، هنقطعه كده زي ما انتم شايفين، اي تقطيعه انت حباها، بس تقطيعه كده تبقى صغيره، يعني مش صغيره قوي، يعني في الحجم اللي انتم شايفينه ده. بعد كده هنحط بقى ايه فلفل رومي، عندك فلفل حامي اللي انت حباه، لو حباها بقى مشطشطه حطي بقى فلفل حامي. انا حطيت فلفل حامي وفلفل رومي وكمان فلفل من اللي هو بتاع هريسه الشطه، بيديله طعم حلو قوي. هتحطي بقى حله ميه كده بقى على النار تكون بتغلي، وانزلي بقى بالبتنجان زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بعد كده هنضيف شويه اضافات كده بسيطه جدا، هنحط ملح، وهنحط بقى ايه كمون وفلفل اسمر، وهنحط كمان ليمونه كده كامله هنعصرها وهنحطها كمان بالقشر بتاعها. هتقولي لي بقى هتمرر ولا حاجه؟ لا، ولا هتمرر ولا اي حاجه، كان طعمه تحفه جدا. حطيت كمان معلقه من التوم المفروم او فصين توم، انا كان عندي المتاح التوم المفروم، مش حابه توم براحتك، بس هو بيديله طعم كده وريحه حلوه. بعد كده هنسيبها تستوي براحتها على نار هاديه كده، اتسلق معانا وبقى حلو قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيه ايه. هنجيب بقى البتنجان، هنا بقى حابه ان هو يبقى زي ما هو انتوا شايفينه كده بالقشر بتاعه براحتكم، بس انا بصراحه مش حابه ان هو يبقى بالقشر بتاعه، بس هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. هنبدا بقى ان احنا هنفضيه كده، طبعا هو سخن جدا، انت المفروض ان انت تصبري عليه لغايه ما يهدى كده ويبرد، وبعد كده ايه تقشري القشر بتاعه. بس انا هنا ايه طبعا عشان مستعجله، فهقشره كده بقى ايه وهو سخن زي ما انتم شايفين كده. هقشره كده القشره بتاعته كده على طول، بيتقشر معاكي بكل سهوله. عايزه اقول لكم ان الوصفه ديت عجبتني جدا، كانت عملها حوريه العسل، بجد تسلم ايديها، تحفه جدا. هنقشر كده بقى زي ما انتم شايفين بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبعد كده هنبدا بقى ايه بالخلاط او الهاند بلندر المتاح عندك، هتبداي ان انت ايه بتضربيه كده ايه كام ضربه بسيطه كده، يعني ما بتضربوش قوي، يعني حاجات بسيطه كده. وبعد كده هنبدأ ان احنا هنحط عليه بقى ايه شوية اضافات بسيطة جدا، يعني معلقة كده صغيرة من الملح، معلقة من الكمون، معلقة من الفلفل الاسمر، هضيف كمان بقى ايه نص ليمونة. وهنا بقى ايه هبدأ ان انا احط كمان شوية كده بقى ايه لو عندك حبة طحينة بقى يا سلام، هيخليها تحفة جدا. حط بقى كده شوية طحينة. وطبعا هنا عرفتوا بقى ان احنا بنعمل بقى غنوج. اتمنى لو وصلتوا لغاية هنا وعجبكم الفكرة ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وكومنت حلو منكم، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشتركي في القناة عشان كل وصفاتنا اللي جاية هتعجبك جدا، جديدة جدا زي ما انتم ما شايفين، بجد تحفة، وطعمه جميل وخفيف جدا على المعدة، بجد تحفة. اتمنى تجربوه وتقولوا لنا ايه رأيكم.